السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثالث منهج الصف الأول الإعدادي 2026. الدرس الثالث بعنوان المجموعات والعمليات عليها. إن شاء الله أهداف الدرس ده إيه؟ أهداف الدرس ده 6 أهداف. عايزين نعرف يعني إيه مجموعة، إزاي بنعبر عن المجموعات وأنواع المجموعات، وهناخد حاجة اسمها الانتماء وعدم الانتماء، وهناخد حاجة اسمها المجموعات الجزئية ودي حاجة مهمة جدا، والحاجة الأخيرة اللي هي العمليات على المجموعات. طيب أول حاجة عايزين نعرفها تعريف المجموعة. المجموعة تعريفها هو إيه؟ قال لك إن المجموعة هي تجمع من الأشياء المحددة تحديدا تاما. بمعنى يعني حاجة كلنا متفقين عليها. عشان أقدر أمثل أي عدد في صورة مجموعة يبقى لازم الحاجات دي نبقى متفقين عليها. زي إيه مثلا؟ تعال ناخد كده أمثلة على المجموعات. زي مثلا لما أجي أقول لك الدول العربية، طبعا كلنا عارفين الدول العربية اللي هي مصر، تونس، الجزائر، المغرب، وهكذا. هل في اختلاف عليهم؟ لا. يبقى إذا الدول العربية ممكن تتكتب في مجموعة. زي إيه كمان؟ لما أجي أقول لك حروف كلمة مصر، طبعا لو جيت سألتك حروف كلمة مصر هي إيه؟ هتقول لي الميم والصاد والراء، يبقى دي كده نقدر نمثلها في مجموعة. زي إيه كمان؟ زي ما أجي أقول لك الأعداد الزوجية، زي ما أجي أقول لك مثلا الأعداد الفردية، زي ما أجي أقول لك الأعداد الأولية. كل دي مجموعات ومتفقين عليهم. الأعداد الزوجية زي الصفر، اتنين، أربعة، ستة، تمانية. الأعداد الفردية واحد، تلاتة، خمسة، سبعة، بالشكل ده. والأعداد الأولية اللي هي إيه؟ الأعداد الأولية زي اتنين، تلاتة، خمسة، سبعة كده. ده بالنسبة للمجموعات. طب بالنسبة بقى للحاجات اللي مش مجموعة، الحاجات اللي ليست مجموعة زي مين مثلا؟ زي اما أجي أقول لك مثلا اللون المفضل. هل دي حاجة متفق عليها ولا مختلفة؟ طبعا اللون المفضل بالنسبة لي غير بالنسبة لشخص تاني. فمثلا شخص مثلا بيحب اللون الأحمر وشخص تاني بيحب اللون الأبيض، فهنا مفيش اتفاق، ممكن يختلفوا. فدي حاجة غير متفق عليها. زي ما أجي مثلا أقول لك إيه؟ المادة المفضلة. أنا مثلا المادة المفضلة ليا الرياضيات، واحد تاني ممكن يكون بيفضل العلوم، واحد تالت بيفضل الإنجليزي، على حسب بقى. ففي الحالة دي لو حاجة متفقين عليها بنسميها مجموعة، لو حاجة مش متفقين عليها بنسميها ليست مجموعة. طيب إزاي بنعبر عن المجموعة؟ في تلات طرق للتعبير عن المجموعة. أول طريقة اسمها طريقة السرد، والسرد يعني كتابة. تاني طريقة اسمها شكل فين، دايرة كده وبنحط فيها الإيه؟ العناصر. وآخر طريقة حاجة اسمها الصفة المميزة. يبقى في كام طريقة للتعبير عن المجموعة؟ تلات طرق. الطريقة الأولى اسمها طريقة السرد، وشكل فين، والصفة المميزة. لو أنا جيت قلت لك مثلا عندي المجموعة إيه جواها صفر، واحد، اتنين، تلاتة، دي بالنسبة للمجموعة إيه؟ كده إحنا كاتبينها بطريقة السرد، بنعمل قوس مجموعة بالشكل ده وبنكتب جواها العناصر. دي أول طريقة اللي هي اسمها طريقة السرد. طب تاني طريقة اللي هي شكل فين. شكل فين كده لو أنا عايز أكتب المجموعة بتاعتي في شكل فين، بعمل دايرة بالشكل ده وأكتب فوقها إيه وأكتب جواها العناصر صفر، واحد، اتنين، تلاتة، بالشكل اللي قدامنا ده. طيب لو أنا عايز أكتبها بالصفة المميزة، بص يا سيدي، لو عايز تكتب المجموعة بتاعتك بالصفة المميزة بروح أقول له إيه يساوي، وأفتح قوس مجموعة وأكتب إكس، حيث إكس تنتمي لإن. إن دي اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية. طب ليه قلت إن؟ لأن لو جيت تبص الصفر والواحد والاتنين والتلاتة موجودين في الأعداد الطبيعية، فممكن أقول إكس تنتمي لإن وهكتب كده الإكس في النص. لو جينا نبص إحنا هنا بادئين من عند الكام؟ بادئين من عند الصفر، وآخر حاجة هنا كام؟ تلاتة. فممكن نقول له الإكس أكبر من أو يساوي صفر، وأصغر من أو يساوي تلاتة. يبقى عشان أكتب المجموعة بتاعتي بالصفة المميزة بفتح قوس مجموعة واكتب إكس حيث إكس تنتمي لإن مجموعة الأعداد الطبيعية، واكتب إكس في النص، واكتب إكس في النص. الإكس أكبر من أو تساوي صفر، وأصغر من أو تساوي التلاتة. طب تعالى ناخد مثال كمان.
لو جيت مثلا قلت لك عندي مجموعة بي جواها مثلا وليكن -2 -1 0 1 مثلا، وجيت قلت لك عايزين نعمل دي بمخطط فين. طبعا الطريقة الأولى دي اسمها طريقة السرد. تاني حاجة شكل فين أو مخطط فين، نعملها ازاي؟ نكتب جواها العناصر -2 -1 0 1 بالشكل ده. ده بالنسبة لمخطط فين. طب لو أنا عاوزت بقى أكتبها بالصفة المميزة، له إكس حيث إكس تنتمي لزد، لأن الأعداد اللي قدامنا دي أعداد صحيحة فيها أعداد سالبة أهو، واكتب إكس في النص واكتب إكس في النص. إكس أكبر من أو تساوي -2 وأصغر من أو تساوي الواحد. دي كده اسمها الصفة المميزة. هندخل بعد كده على أنواع المجموعات. أنواع المجموعات عندنا 3 أنواع. أنواع المجموعات عندنا 3 أنواع. النوع الأول اسمها مجموعة منتهية. ويعني إيه مجموعة منتهية؟ يعني مجموعة لها نهاية. تاني مجموعة اسمها مجموعة غير منتهية، يعني ملهاش نهاية. زي إيه؟ هقول لك دلوقتي. والمجموعة الأخيرة اسمها المجموعة الخالية. طيب المجموعة المنتهية زي إيه؟ من اسمها مجموعة منتهية يعني لها نهاية. ما أقول لك مثلا 1 2 3، خلاص بدأنا من أول 1 ونهينا عند ال3. مجموعة منتهية يعني لها نهاية. طب مجموعة غير منتهية زي إيه؟ زي إن. الإن دي اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية، بتبدأ من 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. يبقى كده المجموعة الغير منتهية زي الإن، زي الزد، زي كيو، كل دي مجموعات غير منتهية يعني ملهاش نهاية. طيب إيه بقى المجموعة الخالية دي؟ المجموعة الخالية دي مجموعة بس فاضية مفيش فيها أي عناصر، ودي بنرمز لها بالرمز ده. طب الرمز ده اسمه إيه؟ الرمز ده اسمه فاي. يبقى ايه الفاي ده يا مستر؟ الفاي ده مجموعة خالية، مجموعة بس ما فيش جواها أي عناصر. يبقى المجموعة الخالية هي مجموعة لا يوجد بها عناصر، يا عدد عناصر المجموعة الخالية بيساوي 0. المجموعة الفاضية ما فيش فيها أي عناصر. يبقى تاني أنواع المجموعات كم نوع؟ 3 أنواع: مجموعة منتهية، ومجموعة غير منتهية، ومجموعة خالية. المجموعة المنتهية يعني لها نهاية زي 1 2 3، خلاص نهينا عند ال3. المجموعة الغير منتهية زي الN دي اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية، ومجموعة الأعداد الطبيعية ملهاش نهاية. يبقى في الحالة دي إيه؟ أستنتج إن دي اسمها مجموعة غير منتهية. آخر حاجة اللي هي المجموعة الخالية، والمجموعة الخالية قوس مجموعة وفاضي مفيش جواها أي عناصر. المجموعة الخالية نرمز لها بالرمز ده فاي، والفاي يعني مجموعة خالية مفيش جواها أي عناصر، وعدد عناصر المجموعة الخالية بيساوي كام؟ بيساوي 0. طيب خلينا ندخل على حاجة تانية اللي هو الانتماء وعدم الانتماء والجزئية وليست جزئية. لو أنا جيت قلت لك مثلا في المثال رقم 1 عايزين نعرف ال3 موجودة جوه المجموعة 1 و2 و3 و4 ولا لأ. مبدئيا كده الراجل بيقول لك ايه؟ اكمل بكتابة تنتمي او لا تنتمي او جزئية او ليست جزئية. الرمز ده تنتمي والرمز ده لا تنتمي. امتى بستخدم تنتمي ولا تنتمي؟ مع العناصر، لما يكون معايا رقم مش مجموعة. فلو الراجل جه قال لي عايزين نعرف التلاتة دي يا مستر عنصر، طالما التلاتة عنصر يبقى هنشتغل يا اما بتنتمي يا اما بلا تنتمي. ثبت المعلومة دي في دماغك. يبقى في الحالة دي لو أنا شغال على عنصر يبقى هشتغل بتنتمي ولا تنتمي. طيب بختار إمتى تنتمي واختار لا تنتمي؟ لو العنصر ده موجود جوه المجموعة خلاص يبقى ينتمي ليه. لو العنصر مش موجود جوه المجموعة يبقى لا ينتمي. أسألك سؤال، هل التلاتة موجودة جوه المجموعة دي؟ أيوة يا مستر التلاتة موجودة أهي. يبقى إذا التلاتة بتنتمي للمجموعة دي. طب يلا الخمسة تنتمي لواحد واثنين وثلاثة وأربعة؟ لا طبعا يا مستر الخمسة مش موجودة. طالما الخمسة مش موجودة يبقى لا تنتمي. طيب يلا الصفر موجود جوه المجموعة دي؟ لا طبعا مش موجود يبقى لا ينتمي. تمام؟ طيب تعال بقى نخش وعايزين نعرف امتى بنستخدم جزئية وليست جزئية. لو جيت تركز هنا في المسألة دي، المسألة الأولى كان الراجل بيديني رقم بس مش محطوط في أي حاجة، رقم كده لوحده. إنما لو جيت تبص في المسألة رقم 4 الراجل مديني هنا المجموعة 1. طالما الراجل مدينا مجموعة خلاص يبقى هنشتغل بجزئية وليست جزئية.
يبقى امتى بشتغل بجزئيه وليست جزئيه؟ لما الراجل يبقى مديني مجموعه. فلو جيت تبص دي مجموعه، خلاص يبقى هنشتغل يا اما بجزئيه يا اما بليست جزئيه. طيب عايزين نعرف هو الواحد موجود هنا ولا لا؟ الواحد موجود، يبقى في الحاله دي المجموعه واحد جزء من المجموعه اللي هناك دي. يبقى المجموعه واحد جزء من المجموعه اللي هناك دي. يبقى المجموعه واحد جزء من المجموعه دي. طيب المجموعه 4 و6، هل الأربعة والستة موجودين هنا في المجموعة دي؟ هتقول لي يا مستر الأربعة موجودة بس الست مش موجودة. خلاص، طالما في رقم مش موجود تبقى ليست جزئية. لازم الرقمين اللي هنا دول يكونوا موجودين هناك، يبقى ليست جزئية. طيب هنا الراجل مديني قوس فاضي، احنا قلنا بقى القوس الفاضي ده اللي هو رمزه ايه؟ فاي. وفاي يعني مجموعة خالية، مجموعة ما فيش فيها أي عناصر. عود نفسك دايما الفاي جزء من أي مجموعة، الفاي جزء من أي مجموعة. ليه بقى؟ لان العناصر اللي هنا دي اصلا كان اصلها مجموعه فاضيه واحنا حطينا جواها عناصر. فالمجموعه دي اصلا كانت مجموعه فاضيه واحنا حطينا فيها عناصر، يبقى الفاي جزء من اي مجموعه. يبقى ثبت بقى عندك فاي جزء من اي مجموعه. طيب ملحوظه مهمه جدا. طيب الراجل بيقول لك ايه؟ ان نقط كيو. طبعا احنا عارفين ان الان دي مجموعه الاعداد الطبيعيه، والكيو مجموعة الأعداد النسبية. طبعا احنا عارفين إن مجموعة الأعداد الطبيعية جزء من مجموعة الأعداد الإيه؟ النسبية، لأن الأعداد الطبيعية دي صغيرة، والكيو دي مجموعة كبيرة. دايما الصغير جزء من الكبير، بس هل الكبير جزء من الصغير؟ لا طبعا. الكيو هل جزئية من الزد؟ لا. ليه؟ لأن الكيو دي مجموعة أعداد نسبية أكبر واحدة فيهم، إنما الزد دي أعداد صحيحة. مجموعة الكيو ليست جزئية من الزد. تمام؟ طيب هندخل بعد كده على حاجة اسمها المجموعات الجزئية. لو الراجل مديني المجموعة A بتساوي 8، عايزين نطلع المجموعات الجزئية وعايزين نعرف عدد المجموعات الجزئية. مبدئيا كده بنطلع المجموعات الجزئية ازاي؟ هي المجموعة A قدامي اهي، المجموعة A هي المجموعة 8 صح؟ طيب احنا قلنا عشان نطلع المجموعات الجزئية بنعمل ايه؟ أول حاجة عود نفسك دايما إن الفاي جزء من أي مجموعة. يبقى اول مجموعه جزئيه عندنا فاي، دي ثابته معانا في كل المسائل. يبقى انت لو عايز تطلع مجموعه جزئيه اول حاجه معاك هتبقى فاي جزئيه منها. وبعد كده بنعمل ايه؟ بنكتب المجموعه نفسها، المجموعه 8. عود نفسك دايما ان اي مجموعه جزء من نفسها. فهنا انت عندك كم مجموعه جزئيه؟ مجموعتين، الفاي والمجموعه 8. تمام. طيب خد مثال كمان. الراجل مدينا المجموعه ايه ب4 و6، عايزين نعرف المجموعات الجزئيه اللي هنطلعها منها. طبعا احنا عرفنا هنا عدد المجموعات كام؟ دول مجموعتين جزئيتين اهم، يبقى عدد المجموعات هيساوي 2. ده عدد المجموعات الايه؟ الجزئيه. طيب احنا في المساله اللي بعدها عايزين نجيب المجموعات الجزئيه للاربعه والست. ادي المجموعه ايه؟ جواها 4 و6. هنطلع المجموعات الجزئيه ازاي؟ لحظه يا مستر، المفروض انت قلت لي اول حاجه بتبقى فاي، تاني حاجه هنعمل ايه؟ هناخد كل عنصر لوحده في مجموعه. يبقى اهو المجموعة 4 والمجموعة 6. فاضل آخر واحدة بنعمل إيه بقى؟ بنكتب كله، يعني 4 و6. يبقى هنا الأربعة والإيه؟ الأربعة والست. هي دي المجموعات الجزئية من الإيه؟ من الأربعة والست. أول حاجة فاي، تاني حاجة باخد كل عنصر لوحده في مجموعة، آخر حاجة بنكتب المجموعة نفسها. يبقى هنقول إيه بقى؟ فاي والمجموعة 4 والمجموعة 6 والمجموعة 4 و6. طيب عدد المجموعات اللي قدامنا دول كام؟ لو جينا نعد كده، ده 1 2 3 4، يبقى 4 مجموعات. المثال اللي بعد كده بيقول ايه؟ إذا كانت ال A 4 و6 و8، عايزين نجيب المجموعات الجزئية منها. طبعا ال A 4 و6 و8، هنجيب المجموعات الجزئية منها ازاي؟ أول حاجة الفاي، تاني حاجة هناخد كل عنصر لوحده،
فهنقول هنا المجموعة 4 والمجموعة 6 والمجموعة 8. تمام؟ طيب بنعمل ايه بعد كده؟ هناخد الأربعة مع الستة والأربعة مع التمانية، يبقى اهو المجموعة 4 و6 والمجموعة 4 و8. بعد كده هناخد المجموعة 6 مع التمانية، بناخد كل عنصرين مع بعض. واخر مجموعة بناخد ايه؟ بناخد المجموعة كلها اللي هي 4 و6 و8. يبقى تاني ازاي بنطلع المجموعات الجزئية؟ اول حاجة الفاي جزء من اي مجموعة، الفاي جزء من اي مجموعة. وايه كمان؟ باخد كل عنصر لوحده في مجموعة، زي المجموعة 4 المجموعة 6 المجموعة 8 اهو. طب بعد كده هاخد كل عنصرين مع بعض، هناخد الأربعة مع الستة والأربعة مع التمانية أهو، الأربعة مع الستة والأربعة مع التمانية. وآخر حاجة هاخد الستة مع التمانية، وآخر حاجة ناخد المجموعة كلها. يبقى 4 و6 و8. لو جينا نعد المجموعات دي كده مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى عدد المجموعات هيساوي 8. طيب في أول مسألة عدد العناصر كان عنصر واحد، فطلع المجموعات الجزئية 2. طب تاني حاجة، تاني مسألة طلع عدد العناصر هنا 2، عدد المجموعات الجزئية طلع منها كام؟ 4. طب هنا عدد العناصر كان 3، طلع عدد المجموعات الجزئية منها كام؟ 8. ازاي بنعرف عدد المجموعات من غير ما نقعد نفكها بالشكل ده؟ احنا ممكن نعرف عدد العناصر من غير ما نفكها بالشكل ده. عدد المجموعات الجزئية بيخضع للقانون ده، 2 أس n. قانون مهم جدا. 2 أس n ده بمعنى ايه؟ طبعا لو انت عايز تطلع المجموعات الجزئية، عدد المجموعات الجزئية من ايه؟ روح شوف كده المجموعة ايه جواها كام؟ 8. التمانية ده كام عنصر؟ عنصر واحد. عدد عناصر الايه؟ واحد، يبقى الان بواحد. نروح نعوض هنا بواحد، يبقى 2 أس 1 ب2، يبقى عدد العناصر هنا 2. تمام؟ طيب لو جينا نبص هنا عدد العناصر هنا كان كام؟ عدد العناصر هنا كان 2، فهنروح نقول 2 أس 2 بكام؟ ب4. يبقى عدد المجموعات الجزئية 4. طيب بعد كده في آخر مسألة 4 و6 و8، عايزين نعرف عدد المجموعات الجزئية. عدد المجموعات الجزئية هيبقى كام؟ هيبقى 2 أس 3، يبقى في الحالة دي استنتج إن هو هيساوي كام؟ 2 أس 3 هيبقى 8، يبقى في الحالة دي استنتج إن هو هيبقى 8. طيب تعالى كده نتدرب عليها أكتر. بيقول لك إذا كانت المجموعة M 0 1 3 5 7، فأي المجموعات الآتية جزئية من المجموعة M؟ طب تعالى نمسك كده واحدة واحدة. دي 0 1 و2، 0 1 و2، هل الاتنين موجودة هنا؟ لا، يبقى الحل ده غلط. طيب يقول لك 0 و5، ادي الصفر موجودة وادي الخمسة موجودة، دي تنفع، يبقى الاختيار ب ينفع اختاره. طيب لو جينا نبص في ج، السؤال ج بيقول لك ايه؟ 0 و4 و5 و7، 0 4 5 7، مفيش 4، يبقى دي غلط. طب وهنا بيقول لك اخر واحدة المجموعة 6، هل هنا في 6؟ مفيش 6، يبقى برضو الاختيار ده غلط. يبقى اللي هينفع هنا هو الاختيار ب، لازم تكون العناصر دي موجودة جوه المجموعة اللي انا باخد منها. طب السؤال التاني بيقول لك إذا كان الدي 2 و4 و6 و8، فأي المجموعات الآتية ليست جزئية منها؟ خد بالك فوق كان بيطلب الجزئية، تحت بيقول لك ليست جزئية. طب دي بيقول لك إيه؟ 8 و10، هل العشرة موجودة هنا؟ لا، يبقى دي فعلا مش جزئية، يبقى هختارها. طب تعال كده الاثنين والاربعه، الاثنين والاربعه موجودين، يبقى دي تنفع ما اختارهاش. 2 و4 و6 و8، 2 و4 و6 و8 دي تنفع برضه، والفاي تنفع لان احنا قلنا الفاي جزء من اي مجموعه. هو عايز اللي ليست جزئيه، هو عايز اللي مش جزئيه. بيقول لك اذا كانت اس بتساوي 1 و2 و6 و7، فان عدد المجموعات الجزئيه هيساوي نقط. طبعا قانون عدد المجموعات الجزئيه لسه قايلينه حالا، عدد المجموعات الجزئيه بيساوي ايه؟ بيساوي 2 أس n.
طب 2 أس N، هي ال N هنا بكام؟ والله يا مستر عدد العناصر هنا 4، يبقى ال N ب4، يبقى نروح نقول له 2 أس 4، و2 أس 4 يعني الاتنين مضروبة في نفسها كام مرة؟ 4 مرات، 2 في 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب4، و2 في 2 ب4، 4 في 4 ب16، يبقى عدد المجموعات الجزئية هيبقى كام؟ عدد المجموعات الجزئية هيبقى 16. طيب ده بالنسبة للجزء اللي فات. الجزء اللي جاي بقى وجزء مهم جدا، ألا وهي العمليات على المجموعات. العمليات على المجموعات كم عملية؟ هنشتغل على عمليتين بس. أول مجموعة أو أول عملية هي عملية التقاطع، تقاطع المجموعتين. التقاطع بيبقى شكله عامل إزاي؟ بيبقى بالمنظر ده، العلامة دي علامة التقاطع، بتبقى يو مقلوبة كده بصة لتحت، يبقى إيه؟ تقاطع B، دي أول عملية هناخدها. طب التقاطع ده معناه إيه؟ التقاطع يعني معناه الحاجة المشتركة بين المجموعتين، المشترك بين المجموعتين. فمثلا لو جيت قلت لك المجموعة A 1 و2، والمجموعة B 2 و3، لو جيت سألتك إيه تقاطع B، هتقول لي إيه؟ والله يا مستر المشترك هنا وهنا هي الاتنين، فاروح أقول له إيه؟ تقاطع B بيساوي المجموعة 2. طب لو احنا عايزين نمثل ده بمخطط فين، هي المجموعة A فيها كام وكام؟ 1 و2، والمجموعة B فيها 2 وكام؟ و3. حدد كده المشترك، هتقول لي الاتنين. المشترك ده بيتكتب في النص، يبقى نكتب في النص 2. طيب وايه كمان؟ الواحد هتنزل في الايه بره، والتلاتة هتنزل هنا بره، يبقى اللي في النص ده هو المشترك ما بين المجموعتين. يبقى انا لو مديك الشكل ده نقدر نطلع التقاطع. التقاطع هنا هيبقى ايه؟ هيبقى الاتنين. تمام. طيب تاني عملية، عملية الاتحاد. الاتحاد دايما بنكتب كل العناصر، كل العناصر. طيب الرمز اللي انت شايفه ده، ده رمز التقاطع. الرمز اللي انت شايفه ده، ده رمز الاتحاد. الاتحاد بيبقى يو بصة لفوق، بصة لفوق بالشكل ده، ايه اتحاد بي. طب الاتحاد ده بنعمل فيه ايه؟ الاتحاد بنكتب كل العناصر بس بدون تكرار، ما ينفعش نكرر جوه قوس المجموعة، لا يوجد تكرار. تمام. طيب لو انا مديك المجموعة A وليكن بواحد واتنين، والمجموعة B وليكن برضو 2 و3، وجيت قلت لك يوجد A اتحاد B. الاتحاد بنكتب كل العناصر بدون تكرار. هكتب هنا الواحد، وبعد كده الاتنين، هنا هخش على المجموعة التانية. الاتنين اتكررت مرة، ما تتكتبش تاني بقى، خلاص اتكتبت مرة ما تتكتبش تاني. والتلات. طيب لو انا حبيت امثل ده بشكل فين، طبعا اللي مشترك هنا وهنا هو الكام؟ هو الاتنين. طب وهنا هيتبقى واحد، وهنا هيتبقى تلاتة. لو عايزين نكتب الاتحاد هنقول واحد واتنين وتلاتة. تمام. ده بالنسبة للعمليتين، عملية التقاطع وعملية الاتحاد. التقاطع بصة لتحت ومعناها الحاجة المشتركة، الاتحاد بصة لفوق ومعناها بنكتب كل العناصر بدون تكرار. تمام. طيب تعال ناخد مثال كده، بيقول لك ايه؟ إذا كانت المجموعة A 1 2 3 4، والمجموعة B 3 4 5 6، اوجد A تقاطع B واوجد A اتحاد B. مبدئيا كده عشان نطلع التقاطع والاتحاد لازم نبقى عارفين ايه هو التقاطع وايه هو الاتحاد. A تقاطع، B يعني المشترك، التقاطع يعني الحاجة المشتركة. فلو جيت تبص ايه المشترك هنا وهنا، ايه اللي اتكرر فوق وتحت؟ هتقول لي يا مستر الأربعة اتكررت والتلاتة اتكررت. يبقى المشترك ما بين يبقى المشترك بين المجموعتين هو الكام والكام؟ التلاتة والأربعة، ده المشترك. طب لو حبينا نجيب الاتحاد، ايه اتحاد بيه؟ طبعا الاتحاد بنكتب كل العناصر بدون تكرار. يلا، يبقى اقول واحد اتنين
3 4 5 6. يبقى A اتحاد B بنكتب كله 1 2 3 4 5 6. ده بالنسبة ل A اتحاد B. طيب لو أنا حبيت أرسم بمخطط فين هعمل إيه؟ آدي مخطط فين قدامي أهو. هكتب هنا مثلا A واكتب الناحية التانية B. أول حاجة عايزك تحدد المشترك اللي متكرر هنا وهنا. احنا اتفقنا المشترك هنا وهنا هو التلاتة والايه والاربعة، في النص نكتب هنا التلاتة وهنا الاربعة. خدنا التلاتة والاربعة، ايه اللي يتبقى ما اتكتبش؟ الواحد والاتنين يتكتبوا بره. طيب من البي ايه اللي اتكرر هنا وهنا؟ التلاتة والاربعة، خلاص ايه اللي ما اتاخدش؟ الخمسة والست. ده كده مخطط فين لو احنا عايزين نمثلها على مخطط فين. تمام. طيب لو الراجل مديني شكل زي ده وعايز يطلع ايه تقاطع بي، ايه اتحاد بي اتحاد سي، A تقاطع B تقاطع C، A اتحاد B تقاطع C. أول حاجة هنعملها هو عايز التقاطع ما بين المجموعتين A و B، صح؟ خلاص يبقى أنا هحدد ال A وال B في جنب. هروح أحدد كده أطلع ال A وأطلع ال B وأشوف المجموعة A فيها A والمجموعة B فيها A ونطلع التقاطع. وجينا نبص ال A هي المجموعة دي كلها، صح الكلام؟ أي حاجة جوه الأحمر ده يتكتب. طب يا مستر ده البي جوه، عادي مفيش مشكلة. أي حاجة موجودة جوه الأحمر ده يتكتب. يبقى أقول 1 7 3 4 2. يبقى بالترتيب كده 1 2 3 4 7. تمام؟ مش شرط نرتب، عادي، بس أنا بس برتبهم عشان إيه؟ يبقى الموضوع أسهل. يعني ممكن نكتبهم متشقلبين، عادي مفيش مشكلة. ده بالنسبة للمجموعة إيه؟ طب فين المجموعة بي؟ تقول لي يا مستر المجموعة بي أهي. طيب اي حاجه جوه الاسمر ده يتكتب، اللي هي كام وكام؟ 3 و7. كده احنا طلعنا الاي وطلعنا البي. طيب لو احنا عايزين بالمره بقى بالمره نطلع السي، تعالى يلا اهو احددها الاول واي حاجه جواها تتكتب. يلا يلا تعالى نحدد كده اللي جواها. السي جواها كام؟ والله يا مستر السي هيبقى جواها 1 و7 و5 و9. 1 و7 و5 و9. عايزين احنا بقى نشوف المعطيات. والله الراجل عايز مني ايه؟ تقاطع بي. التقاطع يعني المشترك. ايه المشترك ما بين ايه وبي؟ لو جيت تبص التلاتة والسبعة متكررين فوق وتحت، صح؟ يبقى التقاطع هنا 3 و7. هو ينفع يا مستر يبقى التقاطع هو مجموعة كلها؟ لما تكون مجموعة جوه مجموعة يبقى التقاطع بيدي المجموعة الصغيرة. يعني ايه؟ انت الايه جواها بي، صح؟ البي دي الصغيرة، فالتقاطع دايما بيدي الصغير. تمام؟ طب الراجل في المطلوب التاني عايز بي اتحاد سي. فين البي؟ البي اهي والسي اهي. نكتب كل العناصر اللي جواهم بس بدون تكرار. يبقى هقول بالترتيب كده 1 3 5 7 9. تقول لي يا مستر السبعة اتكتبت مرة واحدة، ما احنا اتفقنا بقى لا يوجد تكرار جوه قوس المجموع. طيب الراجل بيقول لك ايه؟ تقاطع بي تقاطع سي. التقاطع ما بين الثلاث مجموعات يعني المشترك في الثلاث مجموعات. لو جيت تبص هنا ايه المشترك في الثلاث مجموعات؟ هتقول لي يا مستر السبعة متكررة في الثلاث مجموعات. يبقى إذا الثلاث عناصر دول مشتركين في إيه؟ في السبعة فقط. تقول لي يا مستر طب التلاتة متكررة في الإيه والبي بس مش موجودة في سي. طيب الراجل بيقول لي إيه؟ اتحاد بي تقاطع سي. أول حاجة نحسبها بي تقاطع سي. هي بي تقاطع سي المشترك ما بين بي وسي. المشترك ما بين بي وسي هو السبعة. خلاص يبقى دي كده بالمجموعة 7. طيب الايه اللي هي ايه؟ الايه اللي هي 1 و2 و3 و4 و7. يبقى نروح نقول له 1
واتنين وتلاتة واربعة وسبعة اتحاد المجموعة 7. نكتبها ازاي بقى؟ هنفتح قوس مجموعة بالشكل ده ونكتب 1 و2 و3 و4 و7. ده الايه؟ ده الناتج. يبقى الناتج في المسألة دي يبقى 1 2 3 4 7. طيب عايزين ندخل على شكل كمان بنفس الشكل، نحل برضو بنفس الطريقة. نحل هنا ازاي؟ هنطلع ايه؟ هنطلع A و B و C. ادي ال A وادي ال B وادي ال C. اللي موجود جوه المجموعة ايه؟ اهو هحددها اهو عشان تعرف. اهو 3 4 2 3 4 5، يبقى 2 3 4 5. طب واللي موجود جوه البي؟ والله يا مستر اللي موجود جوه البي 1 3 5 7. طب اللي موجود جوه السي؟ اللي موجود جوه السي 2 5 7 9. 2 5 7 9. طب عايزين احنا ايه في المسألة دي؟ عايزين ايه تقاطع بي. التقاطع يعني المشترك ما بين ايه وبي. ايه المشترك ما بين ايه وبي؟ لو جيت تبص هتلاقي ال3 وال5. يبقى المشترك ما بين ايه وبي 3 و5. طيب الراجل عايز منك ايه اتحاد سي. اللي موجود في ايه واللي موجود في سي نكتبهم كلهم بدون تكرار. يبقى 2 3 4 5، وتحت 1 و7، وتحت 2 3 4 5. فاضل ال7 وال9 ما اتكتبوش. طيب الراجل عايز مني ايه تقاطع بي تقاطع سي. ال3 متقاطعين في رقم 1. ايه الرقم اللي متكرر فوق وتحت وهنا؟ الرقم اللي متكرر في ال3 هي ال5. حتى انت لو جيت تبص على الرسم، ال5 دي الجزء اللي متقاطع فيهم هما ال3 دي. ال5 دي موجودة في A و B و C. يبقى في الحالة دي الناتج هيبقى المجموع 5. طيب الراجل بيقول لك A تقاطع B اتحاد C. تعال نطلع B اتحاد C الأول. B اتحاد C، نكتب كل اللي في B وفي C. خلينا نكتب ال A الأول. ال A اللي هي 2 3 4 5. تقاطع اللي في B و C هو اللي في B كام؟ 1 3 5 7. واللي في سي كام؟ 2 5 7 9. يبقى باقي الاتنين وباقي التسعة ما اتكتبوش. عايزين نبص هنا بقى. عايزين احنا هنا نجيب التقاطع ما بين دول. اللي اتكرر هنا وهنا، هل الاتنين اتكررت؟ الاتنين متكرر. طب التلاتة متكرر. الأربعة، لا الأربعة مش متكررة. طب الخمسة، الخمسة متكررة. يبقى في الحالة دي اللي متكرر هنا وهنا هيبقى 2 و3 و5. يبقى ناتج المسألة دي 2 و3 و5. تمام. عايز ادخل على نوع تاني من المسائل. الراجل بيقول لك الخمسة بتنتمي لواحد واتنين واكس، فإن الاكس تساوي نقط. مبدئيا كده طالما الخمسة بتنتمي للمجموعة دي يبقى أكيد الخمسة جوه. طب دي 1 ودي 2، يبقى أكيد الإكس دي ب5. الرمز اللي مش موجود عندي يبقى أكيد هو ده. يبقى الإكس بكام؟ ب5. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ 7 بتنتمي للمجموعة دي. طالما ال7 بتنتمي للمجموعة دي يبقى أكيد ال7 جوه. طب دي كام؟ 4 ودي 5. يبقى أكيد الحاجة اللي متبقية دي هي ال7. يبقى واي ناقص ال3 بتساوي 7. كام ناقص 3 يدينا 7؟ هتقول لي 10 ناقص 3. جبتها ازاي؟ هنودي السالب 3 دي بعكس الإشارة. يبقى الواي هتساوي 7 زائد 3. يبقى الواي هتساوي 10. يبقى الواي هتساوي كام؟ هتساوي 10. يبقى الواي تساوي 10. طيب سؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ 4 تنتمي للمجموعة دي. طب دي 3 ودي 5، اشطب عليهم. الباقي هو العنصر ده. يبقى واي زائد 1 بيساوي 4. ودي الواحد بعكس الإشارة. يبقى الواي هتساوي 4 ناقص 1. سؤال 4 بيقول لك ايه؟
إذا كانت السبعة 8 وتسعة وواحد بتساوي 9 8 وإي وسبعة. عايزين نعرف الإي بكام؟ مبدئيا كده طالما مجموعة بتساوي مجموعة يبقى العناصر اللي جوه هنا بتساوي العناصر اللي جوه هنا. هتعمل إيه؟ هتشطب على المتكرر. التسعة متكررة، التمانية متكررة، السبعة متكررة، يبقى الباقي هنا بيساوي الباقي هنا. يبقى الإي هتساوي كام يا جماعة؟ الإي هتساوي 1. طيب سؤال 5 بيقول إيه؟ إكس زائد 1 ينتمي للتلاتة. طالما الإكس زائد 1 بينتمي للتلاتة يعني الإكس زائد 1 بيساوي 3، لأنه جواه، وطالما جواه مفيش أصلا غير التلاتة يبقى أكيد الإكس زائد 1 بيساوي 3. ودي الواحد بعكس الإشارة يبقى الإكس بتساوي 3 ناقص 1.